ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل الكيك العادي بتاعنا، كيك الشاي بطريقة أمهاتنا. كيك هش وخفيف زي السحابة، شايفين الجمال والحلاوة؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وهندهن بقى كده الوجه بتاعه بعسل نحل، او لو عندك سيرب حلويات، ونرش كده رشة من جوز الهند بطريقة أمهاتنا بالظبط. كانوا زمان بيعملوا كده. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أجمل الوصفات وصفات الزمن الجميل وطريقة أمهاتنا، ونفسهم كده في الأكل كانت ريحته تجيب لآخر الشارع. والكيك بتاعنا كيك كده جميل وهش وخفيف زي القطن بالظبط. تعالوا نشوفوا المقادير بتاعتنا. معانا 3 كوبايات دقيق، وهنا بوريكم ان الكوبايات مش واصلة كده للاخر، يعني زي ما شفتوا كده بالكوباية بحجم عقلة الصباع، يعني الكوباية ناقصة كده بحجم عقلة الصباع. ومعانا 3 ورقات من الفانيليا، ومعانا 3 بيضات، ومعانا كيس بيكنج باودر، ومعانا نص كوباية زيت، ومعانا طبعا خل. ومش عايزين ننسى رشة الملح بتاعتنا وهي السنة. هنا بقى هنحط في الخلاط السكر، كوباية سكر و3 بيضات هننزل بيهم كده مرة واحدة. وطبعا على كل بيضة ورقة فانيليا. وهنحط بقى كده الفانيليا طالما حطينا البيض. بعد كده هننزل بقى بنص كوباية الزيت بتاعتنا. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد كده كوباية من اللبن، كوباية بالظبط. كل المقادير بنفس الكوباية اللي نعايروا بيها الزيت، هي اللبن هي الدقيق. ونحط بقى كده في الخلاط ونضرب بقى كده لحد القوام ايه ما يفتح معانا. اول كده مرحلة لسه كده اللون ما فتحش. هنا بقى تالت مرحلة ديت كان اللون افتح معانا وبقى ابيض كده زي الحليب بالظبط. شايفين الجمال والحلاوة؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. هنفضي بقى كده في الوعاء بتاعنا. وبعد كده هنقلب بقى البيكنج باودر. كيس بيكنج باودر فضيته بحاله، هو 16 جرام. ونقلب بقى كده على الدقيق، وننزل بالدقيق على الخليط بتاعنا دفعات. انا نزلت بيهم على 3 مرات، وكل مرة نقلب كده لحد ايه الدقيق ما يختفي معانا. إيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا نزلت بالمرحلة التانية من الدقيق، ونقلب برضو ويكون التقليب في اتجاه واحد، وناخد كده الجوانب معانا. كده كانت آخر مرحلة من الدقيق، وبرضو نقلب في اتجاه واحد. لسه بقى ايه فاضل لنا الخل بتاعنا اللي هيدي بقى للخليط بتاعنا اللون الابيض كده، ويفتح لونه ويخلي قوامه هش كده وخفيف. وطبعا بنستعمل بقى الخل كده في كل الكيكات وكل المعجنات. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كده هنقلب بقى كده الخليط لحد ما يتجانس معانا. ومعانا صينية، الصينية ديت مقاسها 28. طبعا دهنها كده أو مسحها بمسحة من السمنة، سمنة مش زيت ولا زبدة، سمنة عشان تتحمل درجات الحرارة. ورشها رشة من الدقيق. ونزلت كده بخليط الكيك بتاعنا. ولسه هجيب الاسباتولا وانزل بقيه الخليط بتاع الكيك. الاسباتولا بتنزل كده الخليط معاكي، ولا يتبقى منه ولا فتفوته ايه في الوعاء بتاعك. ونهبط بقى كده الصينيه بتاعتنا هبدتين، وندخلها بقى كده على الفرن سابق التسخين على درجه حراره 180 بالظبط. وشايفين بقى كده جمال الكيك وحلاوته؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله. ولما الكيك خد اللون بتاعه الذهبي من تحت، انا شغلت عليه الشوايه. بعد كده قام طلعت الكيك وسبته كده في باب الفرن شويه، علشان ايه اول لما يشم الهوا يعني ما يهبطش مننا. بعد كده دهنت كده بعسل النحل ورشيت رشة من جوز الهند. شايفين الجمال والحلاوة؟ قطعنا الكيك كده بتاعنا ولا غلطة، والمسام بتاعته ضيقة، واللون بتاعه أبيض وفاتح كده من جوه. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ والتسوية بتاعتنا 10 على 10. حاجة كده زي الكتاب ما قال بالظبط. طريقة سهلة وبسيطة والمبتدئين يعملوها في لمح البصر.
مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، ربع ساعة او تلت ساعة وتكوني مخلصة بالكتير. وشايفين جمال الكيك بتاعنا وحلاوته، ولونه ابيض والمسام بتاعته ضيقة كده، واللهم صل عليك يا نبي. والتسوية بتاعتنا 10/10، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم وتاكلوه في الهنا ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتاعتي الاصليه، وعمري ما غيرت فيها ولا مقادير ولا اي حاجه، هي نفس طريقتي اللي اتربيت عليها، وطلعت معتمداها لحد الآن والساعة، وبناخد منها أحسن نتيجة مرضية بإذن الله. شايفين الجمال والحلاوة، مع بقى كوباية شاي أو شاي بحليب أو شاي بلبن أو نسكافيه، حاجة كده تحفة. وشايفين بقى كده الكيك بتاعنا واحنا بنقسمه، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو سيبولي دعوة حلوة من قلبكم.